ازيكم عاملين ايه؟ انا لولا عامر. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة عندي في اليوتيوب. وصفة النهاردة الباستا فلورا جميلة قوي في الحر بقى اللي احنا فيه، وحلوة قوي لو كمان الدنيا شتا، مع كوباية شاي بلبن كده تنفع مع فطار وتنفع في العشاء. طعمها ما اقولكمش، والسكر بتاعها مظبوط جدا لدرجة ان حتى اللي عنده سكر يقدر ياكلها. تعالوا بينا نقول احنا الوصفة بتاعتنا عبارة عن ايه. انا جبت هنا 100 جرام من السمنة، وحطيت عليها ربع كوباية من الزيت، وكوباية الا ربع من السكر. هقلب الخليط بتاعي ده كويس جدا لغاية لما اللون بتاعه يفتح كده ويبقى لونه ابيض شوية. هنزل ببيضتين، بيضة ورا التانية، وهكون مجهزة الفانيليا بتاعتي. استعملي الفانيليا السايلة او الفانيليا العادية مفيش مشكلة، انا بحب النكهة بتاعت الفانيليا السايلة فحطيت فانيليا سايلة. وهقلب الخليط ده كويس قوي كده مع بعض. وهجهز معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، ويفضل يكون منخول، وهحط عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هقلب الدقيق مع البيكنج باودر كويس، وهنزل على الخليط الأولاني، وهبتدي كده بقى أقلب الخليط ده مع بعضه كده بالسباتولا لغاية لما أوصل لقوام العجينة بقى اللي انتوا شايفينه بقى. هو تمسكيه كده تحسي ان العجينة يعني مزيتة او فيها سمنة كتير، مفيش مشكلة خالص، هي الباستا فلورا بتكون كده. هاخد جزء صغير من العجينة بتاعتي، هطلعه في طبق كده على جنب، هكوره كده واشيله في الفريزر علشان هبشره كده بطريقة جديدة كده على وش الباستا فلورا. هجيب بقية العجينة بتاعتي واحطها في الصينية. انا الصينية ولا استعملت فيها ورق زبدة ولا استعملت ولا دهنتها اي حاجة، لان هي اوريدي العجينة بتاعتي فيها سمنة كفاية، فالوصفة بتاعتي مش هتلزق خالص. هجيب بالشوكة بتاعتي كده واخرم العجينة علشان ما تقبش مني وهي في الفرن. هنا بقى انا كنت عاملة مربى فراولة. استعملي بقى نوع المربى اللي انت بتحبيه، حابة برضو تعمليها بالتمر، بالحاجة اللي انت النكهة اللي انت بتحبيها ممكن تحطيها. فانا حطيت كده المربى بتاعتي وهوزعها على العجينة كلها ما عدا الاطراف. هسيب كده نص سنتي كده من طرف العجينة علشان ما تلزقش مني. كده بقت جاهزة. اجيب بقى العجينة اللي كانت في الفريزر وبالمبشرة كده اروح بشراها عليها، واكون طبعا في الوقت ده انا مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. هنحطها على الرف البسطاني علشان ما تتلسعش مني وتستوي كلها سوا واحد. وكده بقت خلاص جاهزة معايا. فتحت بس عليها الشواية كده دقيقة، ما اقولكمش بقى على الجمال والطعم يا جماعة، بجد تحفة قوي، خطير، هتعجبكم خالص. خفيفة قوي كده وسكرها مش كتير، بالعكس يعني. بصوا بقى والسمك بتاعها بجد تحفة، السكر بتاعها مظبوط قوي قوي قوي. الوصفة انا عاملاها برضو علشان اللي عنده سكر ولا حاجة، خفيفة يعني. الوصفة كلها على بعض فيها كوباية الا ربع سكر، والمربى لو انت عاملاها وضمناها في البيت برضو هيكون السكر بتاعها قليل. الوصفة سهلة ومكوناتها موجودة عندنا في البيت، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. كان معاكم لولا عامر.